من أجل الأعمال إذا قدرت، وكل يستطيعها، والموفق من وفقه الله. والله وش بقى من أيام؟ اسعى أخي الكريم أنك تطعم الطعام. إذا قدرت تفطر إنسان، والمشي كل يوم ولو أحيانا معلش، ولكن من أعظم العبادات هي إفطار الصائم. علاه؟ لأنه يضاعف لك الأجر. علاش؟ لأنه وش فاتك من رمضان قد تدركه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من فطر صائما، واسمع، كان له من الأجر كمثل الصائم، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. شغل صمت يومين، أنت تصمت اليوم وفطرت واحد، شغل صمت اثنين، أحسب 15 يوم، سما شغل صمت 30 يوم. ولو كل يوم تفطر فيها صائما، لو أنك كل يوم تفطر صائما. لهذا من أجل العبادات. وش بقانا في رمضان يا إخوان؟ اسعى قدر المستطاع أن تفطر صائما، وماشي الشرط يكون فاقرا. كاين بعض الناس لا غني معليش، لأنه الحديث جاء من فطر صائما، ما قالش من فطر فقيرا. المهم يكون صايم، هذاك اللي تفطره يكون صايم. خوك في الله، صاحبك، حبيبك، ما كاش مشكل. من أجل العبادة. علاش؟ كأنك صمت مرتين رمضان، فضل عظيم جدا. ربما فاتك خير في الأيام اللي فاتت يمكن أن تستدركه. الله كاين حديث رائع، اسمع، رواه الإمام الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من فطر صائما لا تزال الملائكة تصلي عليه حتى يشبع. حتى يشبع، والملائكة تقول: اللهم اغفر له ورحمه. هذا هو الصلاة، الدعاء. من فطر صائما، ملي يقعد ياكل والملائكة تستغفر وتدعو لك حتى يشبع هذاك الإنسان. أتخيل كان 2 ولا 3 ولا 4 قاعد تفطر.